لعيب خد كاس العالم، خد دوري الابطال 3 مرات، خد اليورو، وخد اليوروبا ليج، فاز بالدوري الاسباني وكمان فاز بالدوري الانجليزي. لعيب هداف، وكمان حاسم في الماتشات الكبيرة والنهائيات. رغم كل اللي قلته لك ده، بس اللعيب ده اتظلم اعلاميا بشكل كبير، وما خدش 1% حتى من حقه. هكلمك عن لاعب من اكتر اللعيبة اللي اتظلمت في تاريخ كرة القدم، بيدرو رودريجيز. بيدرو بدأ مسيرته في نادي سان إسديرو، وبعدها ينتقل لناشئين نادي برشلونة في 2004. بيدرو لعب مع اللاماسيا لحد موسم 2007-2008، ويلفت نظر بيب جوارديولا ويبدأ ياخد دقايق قليلة مع الفريق الأول. الموسم اللي بعده موسم 2008-2009 بدأ بيدرو ياخد دقايق أكتر مع الفريق الأول، الموسم ده اللي برشلونة حققت فيه السداسية التاريخية. ونروح لنهائي دوري أبطال أوروبا سنة 2009، النهائي اللي جمع بين مانشستر يونايتد وبرشلونة. يبدأ الماتش وفي الدقيقة 10 إيتو يسجل الهدف الأول، وفي الدقيقة 70 ميسي يسجل الهدف الأيقوني الشهير بالراس. وبطل حلقتنا يشارك في آخر دقيقتين بدل إنيستا عشان يفوز بيدرو بأول لقب أوروبي ليه مع برشلونة. موسم 2009-2010 كان موسم انفجار بيدرو مع برشلونة، فهتلاقي إن دقايق مشاركته زادت بشكل كبير. يعني هتلاقي الموسم اللي فات عدد دقايقه كان 565 دقيقة بس، أما الموسم ده فدقايقه بقت 3303 دقيقة، فهتلاقي إن دقايق مشاركته زادت حوالي 3 أضعاف. بيدرو الموسم ده سجل في الموسم كله 20 هدف وصنع 5 أهداف. بيدرو كان مؤثر بشكل كبير في بطولة الدوري اللي فاز بيها برشلونة، وكمان هو اللي سجل هدف الفوز ببطولة السوبر الأوروبي قصاد شختار دونيستيك في بداية الموسم. بس للأسف برشلونة تخرج من نص نهائي دوري الأبطال على إيد الإنتر، وينتهي الموسم ونيجي اللحظة تاريخية في تاريخ بيدرو، وهي استدعائه لكأس العالم في 2010 في جنوب أفريقيا. أسبانيا كان معاه في المجموعة هندوراس وتشيلي وسويسرا. أول ماتش لأسبانيا قدام سويسرا، أسبانيا تخسر 1-0 وبيدرو يشارك بدل إنيستا في الدقيقة 77. تاني ماتش لأسبانيا كان قدام الهندوراس، وأسبانيا تفوز 2-0 بهدفين لديفيد فيا، وبيدرو ما يشاركش في الماتش. والماتش التالت في المجموعات، أسبانيا تلعب تشيلي وتفوز أسبانيا 2-1، وأسبانيا تتأهل كأول المجموعة. ونروح لدور ال16 اللي أسبانيا لعبت فيه البرتغال، وتفوز أسبانيا 1-0 بهدف لديفيد فيا، وبيدرو يشارك في الدقيقة 88. ونروح لربع النهائي، أسبانيا قدام الباراجواي، وبيدرو ينزل في الدقيقة 75، وفي الدقيقة 83 يحط بيدرو كرة في العارضة عشان تترد لفيا ويسجلها عشان اسبانيا تتأهل لنص النهائي. وفي نص النهائي قدام المانيا بيدرو يبدأ الماتش كأساسي ويخرج في الدقيقة 86، وتفوز اسبانيا بجول بيول عشان تتأهل للنهائي. وفي النهاية قدام هولندا بيدرو يبدأ الماتش كأساسي ويخرج في الدقيقة 60، وفي الدقيقة 116 يسجل إنيستا أغلى هدف في تاريخ أسبانيا عشان تفوز أسبانيا بكأس العالم ويفوز بطل حلقتنا بالبطولة الأغلى ليه. ونروح لموسم 2010-2011 اللي البارسا فاز بيه بالدوري، وبيدرو كالعادة كان ليه دور حاسم في البطولة، فهتلاقي إنه سجل 13 هدف وصنع 9 أهداف. وفي دوري الأبطال الموسم ده بيدرو كان من اللعيبة الأبطال اللي ساهموا فيه بشكل قوي. برشلونة كانت في مجموعة بتضم بانانتياكوس، روبن كازان، وكوبنهاجن. بيدرو سجل 3 أهداف في دور المجموعات وكلها كانت في بانانتياكوس. وفي دور ال16 برشلونة تقابل أرسنال، بيدرو لعب الماتش الأول كأساسي وبرشلونة يخسر 2-1، وفي ماتش الإياب بيدرو يلعب أساسي ويفوز برشلونة 3-1 وتتأهل لربع النهائي. وفي ربع النهائي برشلونة تلعب شختار وتفوز برشلونة 5-1 وبيدرو يشارك كبديل في الدقيقة 70. وفي ماتش الإياب يفوز برشلونة 1-0 بجول لميسي وبيدرو يشارك في الدقيقة 66 عشان تتأهل برشلونة لنص النهائي قدام الريال. وفي ماتش الذهاب قدام الريال برشلونة تفوز 2-0 وبيدرو يشارك في الماتش كأساسي. وفي ماتش الإياب يسجل بيدرو هدف وتنتهي المباراة بالتعادل عشان يتأهل برشلونة للنهائي قدام مانشستر يونايتد. وفي ماتش النهائي بيدرو يبدأ الماتش كأساسي ويسجل هدف في الدقيقة 27، وبعدها يتعادل روني في الدقيقة 34. وفي الشوط الثاني ميسي يسجل في الدقيقة 54 وديفيد فيا يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 69 عشان يقتل الماتش ويفوز برشلونة بدوري الأبطال، ويفوز بيدرو بدوري الأبطال الثاني ليه. بيدرو الموسم ده في كل المسابقات سجل 18 هدف وصنع 11 هدف. ونيجي الموسم 2011-2012، موسم ما كانش زي المواسم اللي قبلها سواء لبرشلونة او لبيدرو. برشلونة خسرت الدوري لصالح ريال مدريد، وفي دوري الابطال برشلونة طلعت من نص النهائي قدام تشيلسي. برشلونة فازت الموسم ده بكاس ملك اسبانيا ولعبت في النهائي اتلتيك بلباو، وبطل حلقتنا سجل هدفين وميسي سجل هدف عشان تفوز برشلونة بالكاس.
وفي صيف 2012 يتم استدعاء بيدرو لليورو مع اسبانيا كان معاه في المجموعه ايطاليا وايرلندا وكرواتيا. بيدرو ما شاركش في ولا مباراه في دور المجموعات ولا حتى كبديل. ونروح لدور الثمانيه قدام فرنسا. تشابي الونسو سجل الهدف الاول في الدقيقه 19 وبعدها ينزل بيدرو في الدقيقه 65 وفي الدقيقه 90 بيدرو يتحصل على ضربه جزاء ويسجلها الونسو عشان تتاهل اسبانيا لنص النهائي. في نص النهائي اسبانيا تلعب البرتغال والماتش ينتهي بضربات الجزاء لصالح اسبانيا وبيدرو يشارك في الدقيقه 87. وفي النهايه قدام ايطاليا ديفيد سيلفا يسجل في الدقيقه 14 وبعدها جوردي ألبا يسجل في الدقيقه 41 وبيدرو يشارك في الدقيقه 59 ويسجل توريس في الدقيقه 84 وبعدها مات في 88 وتفوز اسبانيا باليورو ويفوز بيدرو باول بطوله يورو ليه. موسم 2012 2013 الموسم الاول لبيدرو بدون بيب جوارديولا اللي رحل عن تدريب البارسا نهايه الموسم اللي فات. بس المهم برشلونه ترجع تفوز بالدوري تاني وكالعاده بطل حلقتنا ساهم فيه بشكل كبير. هتلاقي انه سجل 7 اهداف وصنع 7 اهداف. في دوري الابطال برشلونه خرجت من نص النهائي على ايد بايرن ميونخ بعد ما خسروا 7-0 في مجموع الماتشين. بيدرو في الموسم ده اجمالا سجل 12 هدف وصنع 8 اهداف في كل المسابقات. ونروح لموسم 2013 2014 برشلونه تطلع المركز الثاني في الدوري وتخسر الكاس على ايد ريال مدريد وفي دوري الابطال تخرج من ربع النهائي قدام اتلتيكو. الموسم ده كان كويس جدا لبيدرو على مستوى التهديف والصناعه، يعني هتلاقي انه سجل 19 هدف وصنع 8 اهداف. وفي صيف 2014 يتم استدعاء بيدرو لكاس العالم مع اسبانيا، بس للاسف اسبانيا تعمل اسوأ كاس عالم في تاريخها وتخرج من دور المجموعات. ونروح لموسم 2014 2015 الموسم اللي برشلونه فازت فيه بالدوري والكاس ودوري الابطال. برشلونه فازت بالدوري فرق نقطتين بس عن الريال. بيدرو في الدوري سجل 6 اهداف وصنع 6 زيهم. ونروح لدوري الابطال. برشلونه وقعت في مجموعه مع باريس واياكس وابويل وبرشلونه تتاهل لدور ال16 عشان تقابل السيتي وتفوز برشلونه على السيتي بمجموع الماتشين 3-1 وتتاهل برشلونه لدور الثمانية. وفي دور الثمانية برشلونة تلاعب باريس وتفوز عليها بمجموع الماتشين 5-1 وبيدرو يشارك كبديل في الماتش الثاني. ونروح لنص النهائي قدام البايرن. برشلونة تفوز 5-3 بمجموع الماتشين وتتأهل للنهائي قصاد يوفنتوس. ونروح للنهائي برشلونة تسجل الهدف الأول عن طريق راكيتيتش وبعدها موراتا يتعادل في الدقيقة 55 وسواريز يرجع يسجل لبرشلونة في الدقيقة 68 وبطل حلقتنا يشارك في الدقيقة 96 وفي أول لمسة يصنع الهدف الثالث لنيمار. وتفوز برشلونة بدوري الأبطال ويفوز بيدرو بدوري الابطال الثالث في تاريخه. وفي السوبر الاوروبي تفوز برشلونه على اشبيليه 5-4 ويسجل بيدرو هدف الفوز بالبطوله ويفوز بيدرو بكاس السوبر الاوروبي للمره الثالثه في مسيرته. وللاسف تكون دي المباراه الاخيره لبيدرو مع برشلونه. بيدرو فاز مع برشلونه ب 21 بطوله منها 8 بطولات قاريه ما بين دوري ابطال اوروبا وكاس العالم للانديه وبطوله السوبر الاوروبي. بعدها بيدرو ينتقل للدوري الانجليزي من بوابة نادي تشيلسي. في موسم 2015-2016 كان موسم سيء لتشيلسي، انهى فيه الموسم في المركز العاشر. بيدرو سجل في الموسم ده 12 هدف وصنع هدفين بس. موسم 2016-2017 الموسم اللي كنت يمسك فيه تشيلسي، الموسم ده كان من افضل مواسم بيدرو في التسجيل والصناعة. تشيلسي فاز بالدوري بعد ما حقق 93 نقطة. بيدرو كان ليه ظهور جامد في الماتشات الكبيرة، هتلاقي انه سجل قدام توتنهام في الديربي وسجل جون وصنع جونين قدام ايفرتون، وقدام اليونايتد سجل جون وصنع جون، وسجل قدام ليستر سيتي اللي كان بطل الدوري قبلها بسنة. بيدرو الموسم ده في الدوري سجل 9 اهداف وصنع 9 اهداف زيهم، وفي كل المسابقات سجل 13 هدف وصنع 12 هدف. وفي موسم 2017-2018 تشيلسي تبقى في المركز الخامس في الدوري. تشيلسي فازت الموسم ده بالاف اي كاب، وبيدرو اجمالا الموسم ده سجل 8 اهداف وصنع 5 اهداف. ونروح لموسم 2018-2019 الموسم اللي ماوريسيو ساري مسك فيه الفريق. تشيلسي ياخد المركز الثالث في الدوري، وبيدرو الموسم ده في الدوري سجل 8 اهداف وصنع هدفين. ونروح لليوروبا ليج. تشيلسي كان في مجموعه فيها باويك ومولفيدي وباتي بروسيف، وفي دور ال 32 تشيلسي يلاعب مالمو ويفوز عليهم بمجموع الماتشين 5-1. وفي دور ال 16 تفوز تشيلسي على دينامو كييف بمجموع 8-0 في الماتشين. وفي دور الثمانية تشيلسي تعدي سلافيا براغ بمجموع 5-3 في الماتشين، وبيدرو يسجل هدفين في ماتش الاياب. وفي نص النهائي تشيلسي تلعب انتراخت فرانكفورت ويتأهل تشيلسي للنهائي بضربات الجزاء بعد ما تعادل 2-2 في مجموع الماتشين، وبيدرو سجل هدف في الذهاب. ونروح للنهائي قصاد ارسنال. بيدرو يبدأ الماتش كأساسي، جيرو يسجل الهدف الاول في الدقيقة 49 وبعدها بيدرو يسجل هدف في الدقيقة 60 وهازارد يسجل من ضربة جزاء في الدقيقة 65. بعدها ايوبي يسجل لارسنال في الدقيقة 69 وهازارد يسجل الرابع في الدقيقة 72 عشان يقتل المباراة ويفوز بطل حلقتنا بيدرو باليوروبا ليج للمرة الأولى في تاريخه. بيدرو الموسم ده في المجمل سجل 13 هدف وصنع 5 أهداف. وفي موسم 2019-2020 بيدرو ما يشاركش كتير في الموسم ده، هتلاقي انه سجل هدفين وصنع 3 أهداف بس. وفي نهاية الموسم ده بيدرو يمشي من تشيلسي بعد مسيرة حافلة بالبطولات والإنجازات وهينتقل لنادي روما الإيطالي. في موسم 2021 بيدرو
يسجل 6 أهداف ويصنع 4 أهداف في جميع المسابقات، عشان بعدها يرحل بيدرو عن روما ويروح للاتسيو. وفي موسم 2021-2022 كان بيدرو معاه مدرب اشتغل معاه قبل كده وفاز معاه باليوروبا ليج، وهو ماوريسيو ساري. بيدرو الموسم ده استعاد جزء كبير من بريقه، فهتلاقي انه سجل في الدوري الايطالي 9 أهداف وصنع 5 أهداف، وفي جميع المسابقات بيدرو يسجل 10 ويصنع 6 أهداف. وفي موسم 2022-2023 بيدرو يسجل 7 أهداف ويصنع 4 أهداف، وفي موسم 2023-24 بيدرو يسجل 3 أهداف ويصنع هدف. وبيدرو مستمر مع لاتسيو حتى وقتنا هذا وعامل موسم قوي جدا. في سن ال 37 بيدرو مسجل 14 هدف وصنع 4 أهداف. بيدرو من نوعيات اللعيبة اللي بيحبها كل مدرب، لاعب بينفذ التعليمات، ما بيتضايقش لو قعد دكه، وغير كل ده لما هتحتاجه هتلاقيه لاعب بيظهر في كل الماتشات الكبيره سواء بدأ كاساسي او قعد دكه. بيدرو سجل هدف في نهائي دوري الابطال 2011، وصنع هدف في نهائي 2015، وسجل في نهائي اليوروبا ليج، وسجل في نهائيين سوبر اوروبي، وكان دايما حاسم في الدوريات اللي خدها سواء مع تشيلسي او مع برشلونه. لعيب سجل في مسيرته فوق ال 200 هدف وصنع فوق ال 100 هدف، وعلى كل ده ما خدش 1% حتى من حقه. يعني مثلا مهما كان بيعمل في برشلونه كان التقدير بيروح لميسي وانيستا وتشافي، ومهما برضه كان بيعمل في تشيلسي كان التقدير بيروح لحد غيره. ولو وصلت لهنا فانا حابب اشكرك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتعمل سبسكرايب للقناه، وقول لي فعلا شايف بيدرو لاعب كان مظلوم ولا لا، واكتب لي في الكومنتات عايزني اعمل عن مين الحلقه الجايه، وافتكر دايما ان رايك يهمني.